بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده بنعمة ربنا عن القديس بولس البسيط او بولا البسيط. هو كان اسمه بولس وبعد كده بقى اسمه بولا في الرهبنة، وكان عنده ارض بيزرعها وكان بيفلح فيها. وفي يوم تزوج من انسانة سمع عنها اشاعات كتير، رغم كده اتجوزها وافتكر ان هي انسانة تقية بعيدة عن كلام الناس. لكن في يوم لقاها في ذات نفس الفعل، فترك لها البيت ومشي وراح يتلمذ على ايد الانبا انطونيوس. واول ما شافه الانبا انطونيوس استعجب على شيخ كبير كده في عمر ال60 عايز يترهبن. ولما عرف سنه نصحه انه يرجع تاني يزرع في حقله وينسى موضوع الرهبنة، وقال له ان يستحيل تقدر تترهبن في السن الكبير ده، لان الرهبنة هتبقى صعبة عليك جدا. وبعد إلحاح منه شديد قال له الأنبا أنطونيوس ممكن تروح في أحد الأديرة اللي عمرانة بالرهبان عشان يقدروا يدوك شغل بسيط نظرا لشيخوختك الكبيرة. لكنه أصر إنه ياخد الأديرة اللي هي على الجبل. وابتدى الأنبا أنطونيوس يجربه تجارب قاسية جدا عشان يشوف درجة احتماله، وكان دايما في طاعة ومحبة شديدة ليه رغم شيخوخته الكبيرة. ولانه كان عمل له تجربة انه ما يدولوش اكل لمدة 4 ايام، وكان بيراقبه من بعيد عشان يخاف عليه لحسن يقع من طوله. وفي مرة تانية سابه على باب المغارة اسبوع بحاله يقاسي برد الليل وحرارة النهار. وفي مرة تاني طلب منه انه يضفر الحبال لغاية لما وصل بيها الامتار طويلة، وفي الاخر قال له فكها واعملها تاني. وهو دايما في طاعة وصبر ودايما يطيعه في كل امر. ولما لقى الانبا انطونيوس قد كده هو حياته مليانة بحياة الرهبنة، طلب منه ان يبني مغارة ويعيش فيها. ومن اجل بساطته دي امنه على حاجات كتيرة جدا. وعشان نسكه الشديد ربنا امنه على اخراج الشياطين. وكان دايما بيشوف الرهبان وراهم ملايكة تحرسهم، وساعات بيشوف رهبان الشيطان بيشدهم للشر، لكنه كان بيوجههم بكل محبة ونعمة ويرجعوا تاني ويلاقي الملاك الحارس ورا كل واحد زي العادة. يوم جه إنسان مليان بالشيطان مليه وما كانش عايز يخرج منه، فخده معاه في قلايته وقعد يصليله ومفيش فايدة. لكنه من القديس الطاهر ده انه جاب اكبر حجر عنده في الصحراء وحطه فوق دماغه، وقال يا رب ما كنتش تطلع انت الشيطان ده انا مش هشيل الحجر من على دماغي. لكن ربنا سمع صلاته ونسكه وسهره على الانسان ده، وفضل يصليله ويترجى ربنا. قال له يا رب انا هشيل الحجر دوت زي ما هو شايل الحمل على قلبه من الشيطان. فالشيطان لما سمع التواضع دوت طلع بسرعة وهو خايف منه، لانه قد كده اتحمل صعاب عشان الانسان ده يطلع منه الشيطان. وبركة صلوات أبونا بولس البسيط تكون معاكم ومعانا آمين، والمجد لله دائما أبديا آمين. ويا رب تشتركوا معايا في قناة نور القديسين يفرح قلبكم يا رب.